ان شاء الله هنعمل معاكم القرص بالجمال اللي انتم شايفينه ده، حاجه ما شاء الله، وبطريقه فرد جديده لاول مره بتشوفوها، وهنطلعها بالطراوه والحلاوه ديت. وفي نفس الوقت هنعرفكم ازاي طريقه الفرد الجديده اللي احنا بنعملها مع القرص دي، هتشوفوها لاول مره ان شاء الله. وازاي تخلوا الجبنه في مفروده في القرصه كلها، وان شاء الله هتعجبكم. تابعوا الفيديو للنهايه. يلا نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ نادر سليمان. إن شاء الله هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل قرص بالجبنة وطريقة فرد جديدة لأول مرة بتشوفوها، إن شاء الله تعجبكم. هنعمل مع بعض 450 جرام دقيق، ومعايا 250 ملي لبن، ويكون دافي يا جماعة عشان الجو برد، ومعايا بيضة، ومعايا 50 ملي زيت، ومعايا 20 جرام سكر، و5 جرام ملح، ومعايا كيس خميرة. وممكن هي المفروض 5 جرام خميرة، بس عشان الجو بارد هنعمل كيس خميرة 10 جرام. هنحط نص كوباية اللبن، وهنبدأ عشان ندوب فيها الخامات. وهنحط الخميرة، كيس خميرة. وإن شاء الله هنحط السكر والملح، وبعد كده هننزل بالبيضة، وهنقلب دول الأول مع بعض، نقلبهم كويس. وبعد كده هنبدأ ننزل بالدقيق واحدة واحدة. هنحط جزء من الدقيق، وبعد كده هنقلبه الأول، وبعد كده هنحط الجزء التاني، ونبدأ نقلب بإيدينا إن شاء الله على ما العجينة تلم قدامنا زي ما انتم شايفين كده. نحط الجزء التاني من الدقيق. طبعا الدقيق العجينة هتتقل، هنبدأ نقلبها بإيدينا. بنقلب بس كده الدقيق، وبعد كده هنخش بإيدينا عشان نقلب العجين. هنقلبه كويس طبعا. وطبعا الزيت هنحط الجزء الأول الباقي من اللبن عشان نقلب العجينة، وبعد كده لما نلم العجينة هنبدأ نحط الزيت عشان ننعم بيه العجينة. بعد ما لمينا العجينة هنبدأ ننزل بالخمسين ملي زيت. طبعا انتوا عارفين يا جماعة في المعجنات بالذات بنحط الزيت في الآخر عشان ينعم العجينة ويخليها طرية وناعمة كده زي ما انتوا شايفين قدامكم. العجينة ناعمة اهيت، شايفين النعومة بتاعتها، وبقت ما فيش فيها اي خشانة خالص، بقت ناعمة وفي نفس الوقت طرية. وهنسيبها تخمر لمدة نص ساعة او 3/4 ساعة حسب درجة حرارة الجو عندكم. العجينة بعد ما خمرت هتلاقيها حوالي من 3/4 ساعة، ما شاء الله خمرانة كويس. طبعا اللبن بيبقى دافي يا جماعة عشان ده بيساعد في التخمير، دافي مش سخن، دافي بس عشان يقوم الخمير. هنبدأ ندهن الرخامة زيت دهان بس خفيف كده، وهنبدأ ننزل بالعجينة، وهنبدأ نشيل منها الهواء. طبعا مش كل العجين بنشيل منه الهواء يا جماعة، بس في أغلبية المعجنات بنشيل منها الهواء زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نقطعها قطع كبيرة يا جماعة، مش هنقطعها قطع صغيرة، يعني كبيرة مش كبيرة أوي، متوسطة في حجم السفندية كده أو البرتقانية الصغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. هتعرفوا ليه لما نوصل للمرحلة بتاعة الفرد، لأن لو صغيرة مش هتمتلكوا الفرد فيها. قطعناها على 9 قطع زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نكورهم وهنسيبهم لمدة 5 دقايق أو يعني 10 دقايق لحد بس كده ما يرتاحوا شوية عشان نبدأ نفرد. خمروا شوية همت، وفي نفس الوقت هندهن بس دهان خفيف كده زيت، وهنبدأ إن احنا نفرد زي ما انتم شايفين كده بالطول، وهنبدأ نلف بالعرض برضو عشان نبدأ نفردها كويس. عرفتوا احنا كنا مش مصغرين القطعة ليه؟ عشان زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نفردها كويس، هنربع العجينة تبقى رقيقة يا جماعة، هنفردها خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. العجينة بقت رقيقة خالص قدامنا اهي. وهنبدأ نجيب الجبنة. أنا عاملها بجبنة قريش يا جماعة، وممكن تحبوا تعملوا بأي نوع جبنة عندكم، مفيش مشكلة. أي نوع جبنة، ممكن جبنة شيدر، ممكن جبنة رومي، ممكن. أهم حاجة ما يكونش جبنة فيها مية، عشان برضو دي الجبنة طبعا قريش مش صفية، مش فيها أي مية خالص، بس أنا هرسها زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ ننزل بالجبنة أو ندهن بالجبنة، ولو جبنة شيدر تبقى مفرومة ونبدأ نحطها، أو جبنة رومي، أي نوع جبنة انتوا تحبوه. هنبدأ نلف من الطرف كده بالراحة، بس نبقى مفرغين منها الهواء، احنا بنلفها واحدة واحدة كده لحد بس ما نعملها زي الرول كده. وهنبدأ بإيدينا كده نمشي بالرول للآخر زي كده. طريقة سهلة وبسيطة، وطريقة فرد جديدة إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. هنبدأ نلف الطرفين، هنبدأ نبطط طرف منهم زي ما انتم شايفين كده، هنبططه كويس بحيث إنه يبقى عريض عشان نبدأ نرفعه، ونحط الطرف التاني زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ نلزقهم في بعض زي ما انتم شايفين كده. طريقة جدا سهلة وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم بإذن الله، وطريقة فردة جديدة لأول مرة بتشوفوها إن شاء الله تعجبكم.
اهم حاجه اللي بيشوفنا لاول مره، لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الجديد باذن الله. بعد ما عملنا الكميه بتاعتنا هنبدا معانا صفار بيضه وعليهم معلقتين 3 لبن زي ما حضراتكم شايفين كده، هنقلبهم لو سنه فانيليا صغيره، وهنبدا ندهن وش القرص. هندهن وش القرص كويس يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت، وممكن شويه سمسم على وشها او حبه سودا زي ما انتم عايزين اي، بس انا حطيت سمسم بس. السمسم بيعطيلها شكل كويس، والسمسم لما بتحمص بيعطي مع القرص طعم كويس. هنسيبها في الخماره لحد ما تخمر خالص. طبعا بعد ما سيبناها حوالي من ساعه، بسم الله ما شاء الله، شايفين الخميره عامله ازاي، خمر كويس. طبعا ده كله عشان حاطين اللبن بارد. هندخلها الفرن على درجه حراره 200 او 220، هتاخد لها حوالي من 10 دقايق ربع ساعه، وهتطلع بالجمال اللي انتم شايفينه ده. طبعا اللي عليها يا جماعه معلقه زيت على 3 معالق ميه، هندهن وشها اول ما تطلع وهي سخنه من الفرن. طبعا بعد ما بردت ورصيناها في الطبق، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الشكل والجمال والحلاوه اللي قدامكم دي، حاجه شايفين هشه ازاي، الهشاشه بتاعت القرص. وطبعا الجبنه مفروده فيها كلها. فطبعا طريقه الفرد جديده زي ما قلنا لكم. اهم حاجه اللي بيشوفنا لاول مره، لو عجبكم طريقه الفرد وطريقه القرص والشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الجديد بإذن الله، وعشان الفيديو ينتشر بكم بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.